في سنة واحدة بس الحوت هيكتشف إن أكتر حاجة كانت معطلاه مش الناس ولا الظروف، لكن سؤال واحد ما كنتش راضي تواجهه، وتجاهله هيخليك تعيد نفس الدواير. تابعني واعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نغوص في تفاصيل السنة الجاية. خريطة 2026 مش بتوعدك بحد جديد ولا بعلاقة حلم، لكنها بتوعدك بوضوح. الوضوح اللي لما يجي يخليك تعرف إن الحب الحقيقي مش بيخوف، بيطمن. 2026 بتكشف لك عن شفاء ورومانسية حقيقية وتحولات في الجواز. سواء كنت أعزب أو مرتبط، السنة دي هتديك دليل لطيف على الطريق من غير ما تمشي عليه حرفياً. الكواكب مش عاملة سيناريو جاهز، هي مجرد مرشد بيوريك الفصول العاطفية ونقاط التحول، لكن القرار كله عندك. إيه اللي هتعمله مع كل شعور، كل شخص، وكل لحظة؟ في 2026 هيكون كل تركيزك على النمو العاطفي، الروابط المتينة، والاختيارات الواضحة في الحب. ده بينطبق على كل حياتك العاطفية. السنة دي هتدعوك تفتح قلبك بس ورجليك ثابتة على الأرض. هتتعلم إن أجمل حب، حتى لو فيه سحر البدايات، هو الحب المستقر واللي يقدر يكمل. خريطة الحب للحوت في 2026 بتقول سنة مشاعر عميقة وبدايات جديدة. الطاقة العامة هتحسها زي نفس طويل بيشفي القلب. كتير من الحوت داخلين السنة وهم تعبانين من الأنماط القديمة، قصص ما كملتش أو وعود ما تنفذوش. السما دلوقتي بتدعمك إنك تقفل الفصول دي وتختار حب فعلا موجود قدامك. الشفاء العاطفي السنة دي قوي جدا. بعض الحوت هيسمح لإكس يدخل حياته مش عشان يرجع، لكن عشان يحرر نفسه من توتر قديم. ناس تانية هتقرر تتكلم بدل ما تفضل ساكت لمجرد السلام. هتحس إنك أقل استعداد تتحمل مشاعر مش بتاعتك، وأكتر استعداد تحط حدودك وتعرف قيمتك. في نفس الوقت في جذب واضح ناحية علاقات مستقرة وحنونة. الخيال مش هيحكم عليك زي قبل كده. الحوت العازب والمرتبط الاتنين هيستفيدوا من وضوح جديد عن شكل العلاقة الصحية في حياتهم اليومية، مش بس في الأحلام. كل حاجة من المواعدة للحب طويل المدى للجواز هتمر من عدسة الرعاية الواقعية والصريحة. السنة دي في شوية مواضيع هتشكل قصة قلبك. أولها شفاء جروح قديمة. هتلاقي ذكريات بتظهر فجأة زي لقطات من الماضي، بدل ما تدفنها هتعرف تحس بيها، تتكلم عنها وتسيبها وراك. تواصل أوضح، مش هتسيب التخمين يسيطر عليك، هتبدأ تسأل بصراحة، هتعبر عن احتياجاتك حتى لو صوتك ارتجف شوية في الأول. حدود صحية، هتعرف تقول لأ للإشارات المختلطة أو لعب المشاعر. جملة بسيطة زي أنا مهتم بيك بس ده مش مناسب هتبقى قوية جدا. اختيار الحب الحقيقي فوق الخيال. هتدي انتباه أكتر للأفعال بدل الكلام الحلو بس. اللي بيخلص وعده أو يتصل لما يقول هيتصل، ده اللي هيحسسك بالأمان والجاذبية أكتر من أي كلام شاعرية. اختيارات طويلة المدى. كتير من الحوت هيبتدوا يفكروا في المستقبل بجد. عايز تعرف تحب، تعيش وتنمو فين، مش بس للأسبوع ده، لكن كمان للسنة الجاية وبعد كده. السنة دي محتاجة منك تحب بقلبك وتفكر بعقلك في نفس الوقت. أحسن شهور للرومانسية والنمو العاطفي هتكون في بداية السنة، فترة كويسة لبدايات جديدة. أول كم شهر مناسبين للمواعدة، إعادة إحياء علاقة واقفة، أو فتح قلبك بعد فترة توقف. فرصة تكون اجتماعية أكتر، تقول أيوة للدعوات أو تظهر في أماكن فيها ناس جديدة. منتصف السنة، الفترة دي مناسبة لكلام عميق وترتيب المشاعر. نافذة قوية للمحادثات الصريحة عن مستقبل العلاقة، شغل شفاء أو علاج نفسي. لو عندك شريك، ده الوقت لتخفيف التوتر المتراكم والاتفاق على خطط مشتركة. نهاية السنة، تركيز على الالتزام واتخاذ القرار. بعض مواليد برج الحوت ممكن يتقدموا أو يجددوا العهود، والبعض الآخر يكتشف إن العلاقة وصلت لحدها ويختار التغيير. المهم تكون صادق مع قلبك، مش متأثر بالخوف أو الضغط. حياة الحب للحوت العازب هتحسها زي شروق شمس بعد ليلة طويلة. السنة دي فيها دعم لبدايات رومانسية جديدة وفرص تانية، مع احترام أعلى لذاتك. انت مش مستعد تضيع نفسك في حد، عايز حب يديك فرحة من غير ما يضغط عليك. ثقة حدسك مهمة جدا. أي حاجة حسستك إنها مش مظبوطة هتلاحظها بسرعة. أي حد حسسك بالأمان واللطف والاستقرار هتديه أولوية أكتر من اللحظات السريعة أو الدراما. هتكون قادر تفرق بين العلامات الحمراء والخضراء بسهولة أكبر.
السنة دي مليانة فرص للتعرف على ناس جديدة من الأصحاب، المناسبات، الكورسات أو أونلاين. المفتاح هو إنك تتحرك على وتيرتك مش تندفع. الاهتمام البطيء والمستقر والقيم المشتركة هي اللي هتحدد مين يستاهل قلبك. الحوت العازب السنة دي كمان هيحس بانفتاح أكبر ورؤية أوضح لعلاقاته. قلبك اللطيف وعينيك العميقة هتشد الناس ليك، خصوصاً لما تبين إن عندك حدود واضحة. أنت مش مجرد حالم، أنت شخص عنده معايير. بعض الحوت هيتعرفوا على حب جديد في تجمعات اجتماعية، هوايات إبداعية، أو جروبات أونلاين فيها أمان وصداقة. ناس تانية ممكن تتواصل تاني مع كراش قديم أو حد من الماضي. السؤال مش هل هيختاروني، لكن هل الاختيار ده بيحترم أنا مين دلوقتي؟ قيمة الذات هي قلب كل خطوة رومانسية السنة دي. ممكن تساعدك كتابة قائمة بسيطة بالحاجات مش للتفاوض في الحب، زي كلام محترم حتى وقت الخلاف، صدق في المشاعر والخطط، مجهود مشترك عشان تحافظوا على التواصل. خلي القائمة دي جنبك وانت بتشات أو بتخطط لمواعيد. لو حد حاول يتجاوز الحدود صدقه وخد خطوة لورا لحماية قلبك. المواعدة السنة دي بتكافئ الحوت اللي واضح وصريح. البداية الصحية غالباً شكلها بسيط وثابت، الرسائل بتيجي في وقتها، المواعيد بتتخطط بعناية، ومفيش حد محتاج يخمن لو الطرف التاني مهتم ولا لأ. علامات حمراء: اهتمام حار وبارد يظهر ويختفي بليلة رومانسية والصبح رسمي، أو ضغط عشان تتحرك بسرعة قوي. لو حد بيظهر مشاعر بس خايف يخسرك، ده تحذير مش حب حقيقي. خريطة حب الحوت 2026 بتشجعك تختار ناس بتحسسك بالأمان واللطف والوضوح. الكيمياء مهمة، بس القيم المشتركة والاحترام أهم. الارتباط الحقيقي بيخليك ترتاح في جلدك. أما بقى لو أنت في علاقة أو متجوز، السنة دي هتديك فرصة تبني جذور أعمق. التركيز على الأمان العاطفي، الثقة والعمل الجماعي. البيت يبقى المكان اللي تضحك وتبكي فيه من غير أحكام. الاختبارات ممكن تظهر على شكل خناقات متكررة، توتر فلوس، أو اختلاف في إدارة الوقت. السنة بتدعم كلام صريح يريح الجو ويقوي الثقة. بعض الأزواج هيتخذوا خطوات كبيرة زي الجواز، قليل منهم هيلقى إن نهاية لطيفة هي الحل الأمثل. كله بيصب في اتجاه واحد: سعادة دائمة، مش خوف أو تكرار أنماط قديمة. لو أنت مرتبط، السنة دي هتديك فرص كتير تخلي العلاقة تتعمق. الاستماع هيكون أهم أدواتك. لما شريكك يتكلم ركز على الشعور اللي ورا الكلام. أحياناً أنت عمرك ما بتساعد، بيكون فعلاً حاسس إن لوحدي وتعبان. الإصلاح بعد الخلاف مسلط عليه الضوء السنة دي، وده ممكن يظهر كده: تاخد بريك قصير عشان تهدى، ترجع للموضوع بصوت ألطف، تتحمل جزء، وبعدها تشتغلوا على حل سوا. الروتينات البسيطة بتقوي العلاقة: ليلة أفلام، طبح سوا، مشاوير، أو ديت نايت أسبوعي بيخلق إحساس إحنا ضد العالم. أهداف مشتركة زي الادخار لرحلة أو مشروع في البيت بتدي ثبات وتقربكم أكتر. عموماً الزواج والالتزام الجاد بياخدوا تركيز خاص السنة دي. بعض الحوت بيحس بأيوة واضحة جوه قلبه وبيبدأ خطوات كبيرة: طلبات الزواج، خطوبة، لو أصلاً ساكنين مع بعض ممكن الكلام يروح لبداية عيلة، شراء مكان، أو تعديل خطط الشغل عشان تدعموا حياتكم سوا. الأزواج التانية هتواجه نقاط تحول مختلفة. لو العلاقة كانت متقطعة أو بتكرر دورة مؤلمة، السنة دي بتدعو لمراجعة صريحة. العلاج النفسي، استشارات، أو قواعد واضحة للتعامل العادل ممكن يفتحوا مسار جديد. بعض الأزواج يلاقوا إن الحب تحول ويختاروا انفصال هادئ ومحترم. وفي الآخر 2026 مش جاية تعلمك تحب أكتر، هي جاية تعلمك تحب صح، تحب من غير ما تدوب وتختار من غير ما تخاف. خد نفس واسمع قلبك وسيب السنة تمشي معاك خطوة خطوة، مش ضدك.